وبصفته ملك المغرب فإن موقفي واضح وثابت، وأنا الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك. كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والقضاء. أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء الشعب وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم. هل يمكن لموقف واحد أن يغير مسار دولة بأكملها؟ وهل يمكن لقائد واحد أن يحسم قضايا معقدة بكلمة واحدة أو قرار في لحظة حاسمة؟ في عالم مليء بالتقلبات السياسية والضغوط الدولية، تظهر القيادة الحقيقية عندما تكون القرارات صعبة والمخاطر عالية والنتائج قد ترسم مستقبل أمة كاملة. في هذا الفيديو لن نتحدث عن إنجازات عادية أو أحداث عابرة، بل عن لحظات حقيقية كشفت القوة الكامنة في شخصية محمد السادس. مواقف لم تكن مجرد ردود أفعال، بل قرارات مدروسة غيرت نظرة العالم ورسخت مكانة المغرب، وأثبتت أن القيادة ليست كلمات تقال، بل أفعال تصنع في أصعب الظروف. من قضايا سيادية حساسة إلى أزمات دبلوماسية معقدة إلى قرارات داخلية جريئة، سنأخذك في رحلة داخل 10 مواقف حاسمة، بعضها مر في صمت وبعضها هز الساحة الدولية، لكن كلها تشترك في شيء واحد: أنها كشفت جانباً استثنائياً من شخصية قائد يعرف متى يكون هادئاً ومتى يكون حاسماً. استعد، لأن ما ستسمعه ليس مجرد معلومات، بل حقائق قد تغير نظرتك بالكامل. مرحباً بكم في قناة محمد السادس قلب المغرب. المرجو الاشتراك والإعجاب بالفيديو لتساهموا في انتشار صوت وصورة ملكنا محمد السادس نصره الله إلى العالم. نتمنى لكم فرجة ممتعة. شعبي العزيز، إن ما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية شاملة وأمن واستقرار هو بفضل تضحيات جميع المغاربة، ولا يسعنا هنا إلا أن نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا لكل رعايانا الأوفياء، لا سيما سكان الأقاليم الجنوبية الذين أكدوا على دوام تشبثهم بمقدسات الأمة وبالوحدة الوطنية والتراب للبلاد. الموقف الأول. بالنسبة إلى الملك محمد السادس، الصحراء المغربية خط أحمر. هناك مواقف تصنع التاريخ، وهناك مواقف تثبت السيادة. لكن موقف محمد السادس من قضية الصحراء لم يكن مجرد موقف سياسي، بل كان رسالة واضحة للعالم: المغرب لا يتفاوض على وحدته. قضية الصحراء المغربية ليست مجرد ملف دبلوماسي عادي، بل هي قضية وجود وهوية بالنسبة لكل مغربي. ومنذ اعتلاء محمد السادس العرش، كان واضحاً أن هذه القضية ستكون في صلب استراتيجيته، ليس فقط كأولوية سياسية، بل كخط أحمر لا يمكن تجاوزه. تميز موقفه بالثبات والوضوح، فلا غموض في الخطاب ولا تردد في الدفاع عن مغربية الصحراء. في كل خطاباته وتحركاته كان يؤكد أن الصحراء ليست موضوع تفاوض، بل أساس كل علاقة دبلوماسية مع الدول الأخرى. هذا الوضوح غير قواعد اللعبة، حيث أصبح موقف المغرب أكثر قوة وتأثيراً على الساحة الدولية. لكن قوة هذا الموقف لا تكمن فقط في الكلمات، بل في الأفعال. فقد عمل محمد السادس على تعزيز الحضور المغربي في الأقاليم الجنوبية من خلال مشاريع تنموية كبرى جعلت من الصحراء نموذجاً للاستثمار والبنية التحتية. هذا الربط بين السياسة والتنمية أعطى مصداقية أكبر للموقف المغربي، حيث لم يعد الدفاع عن الصحراء مجرد خطاب، بل واقع ملموس على الأرض. كما أن تحركاته الدبلوماسية الذكية ساهمت في تغيير نظرة العديد من الدول إلى هذا الملف، حيث بدأت مواقف دولية تدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كحل واقعي. هذا التحول لم يأتي بالصدفة، بل نتيجة رؤية استراتيجية طويلة المدى قادها الملك
بثبات وصبر. في النهاية، موقف محمد السادس من قضية الصحراء يكشف عن شخصية قيادية لا تتراجع أمام الضغوط ولا تساوم على الثوابت، بل تبني مواقفها على أساس واضح: السيادة أولاً، وكل شيء بعدها قابل للنقاش. ومن جهة أخرى أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة والروابط الأخوة وحسن الجوار. الموقف الثاني: الملك محمد السادس والتعنت الجزائري. دبلوماسي مغربي صرح بأمور خطيرة جدا، سحبنا على أساسها السفير تاعنا من الرباط وقلنا نمشوا إلى أبعد، ما جاناش الجواب. في وقت تختار فيه بعض الدول التصعيد، اختار محمد السادس طريقاً مختلفاً تماماً، طريقاً يجمع بين الدعوة للسلام والثبات على السيادة في واحدة من أكثر العلاقات تعقيداً في المنطقة. وبصفته ملك المغرب فإن موقفي واضح وثابت، وأن الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك. العلاقة بين المغرب والجزائر كانت دائماً مليئة بالتوترات والتحديات، خاصة مع استمرار إغلاق الحدود والخلافات السياسية. الصحراء الغربية قلناها، مش أنا قولها كاع الناس تقول فيها، بما فيها الولايات المتحدة. قضية الصحراء الغربية راها بين يدين الأمم المتحدة في لجنة تصفية الاستعمار. لكن ما يميز موقف محمد السادس هو أنه لم ينجرف نحو التصعيد أو الردود العاطفية، بل تبنى نهجاً متوازناً يجمع بين الحكمة والثبات. ففي أكثر من مناسبة وجه الملك دعوات صريحة وواضحة لفتح باب الحوار مع الجزائر، مؤكداً أن العلاقات بين الشعبين أكبر من أي خلاف سياسي. هذه الدعوات لم تكن مجرد كلمات دبلوماسية، بل رسائل قوية تعكس رغبة حقيقية في بناء مستقبل مشترك يسوده التعاون والاستقرار في المنطقة المغاربية. لكن في نفس الوقت لم يكن هذا الانفتاح على حساب ثوابت المغرب، فقد حافظ محمد السادس على موقف سيادي واضح، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء. هذا التوازن بين الدعوة للحوار والتمسك بالمواقف هو ما أعطى لقيادته قوة خاصة وجعلها تحظى باحترام حتى في أصعب الظروف. الذكاء في هذا الموقف يكمن في أنه لم يحول الخلاف إلى صراع مفتوح، بل أبقى الباب دائماً مفتوحاً للحل دون أن يتنازل عن أي مبدأ أساسي. وهذا ما يعكس شخصية قائد يفكر في استقرار المنطقة ككل، وليس فقط في ردود أفعال آنية. في النهاية، موقف محمد السادس من الجزائر يكشف عن قيادة تعرف كيف توازن بين العقل والقوة، بين السلام والسيادة، وتثبت أن الحكمة أحياناً أقوى من أي تصعيد. لذلك حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت على استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. الموقف الثالث: الملك محمد السادس ومحاربة التبعية إلى الاستعمار الفرنسي والإسباني. عندما تصل العلاقات بين الدول إلى حافة التوتر، هناك من يختار التصعيد وهناك من يصنع التوازن. وفي واحدة من أصعب الأزمات أظهر محمد السادس كيف يمكن للحكمة أن تنتصر دون ضجيج. العلاقة بين المغرب وإسبانيا تعد من أهم العلاقات الاستراتيجية، لكنها في بعض اللحظات مرت بتوترات حادة كادت أن تؤثر على التوازن بين البلدين. في تلك اللحظات الحساسة لم يكن المطلوب رد فعل سريع فقط، بل قيادة قادرة على إدارة الأزمة بعقل بارد ورؤية بعيدة. هنا برز أسلوب محمد السادس الذي لم يندفع نحو التصعيد، بل اختار طريقاً أكثر ذكاءً.
الصبر الاستراتيجي، فقد تعامل مع الأزمة بهدوء مع الحفاظ على موقف واضح يحمي مصالح المغرب دون أن يغلق باب الحل أو الحوار. هذا الأسلوب أعطى للمغرب قوة تفاوضية أكبر وجعل الطرف الآخر يعيد حساباته. ومع مرور الوقت بدأت ملامح التحول تظهر، حيث عادت العلاقات إلى مسارها الطبيعي بل وأكثر توازناً. هذا لم يكن صدفة، بل نتيجة إدارة دقيقة للأزمة، حيث تم الجمع بين الحزم في الموقف والمرونة في التعامل، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لتعقيدات السياسة الدولية. ما يجعل هذا الموقف مميزاً هو أنه لم يكن مجرد تجاوز لأزمة، بل إعادة صياغة للعلاقة بشكل أقوى وأكثر وضوحاً. فقد أثبت محمد السادس أن القوة لا تعني دائماً المواجهة، بل أحياناً تكمن في القدرة على التحكم في مسار الأحداث حتى تعود لصالحك. في النهاية، هذا الموقف يكشف عن قائد لا يتأثر بالضغوط بل يديرها، لا ينجرف مع الأزمات بل يعيد تشكيلها، ويثبت أن الدبلوماسية الذكية يمكن أن تحقق ما لا تحققه المواجهات المباشرة. الموقف الرابع: الملك محمد السادس ومحاربته للفساد. كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والقضاء. الفساد ليس مجرد مشكلة عابرة، بل تحد يمكن أن يهدم دولاً من الداخل. لكن في لحظات حاسمة يظهر القائد الحقيقي عندما يقرر أن يواجه هذا الخطر مباشرة دون تردد. وهنا يبرز موقف محمد السادس الذي أكد أن المسؤولية لا تعني الامتياز بل تعني المحاسبة. محاربة الفساد في أي دولة ليست مهمة سهلة، لأنها لا تتعلق فقط بالقوانين بل بشبكات معقدة من المصالح والتأثيرات. ومع ذلك اختار محمد السادس أن يضع هذا الملف في صلب أولوياته، مؤكداً أن بناء دولة قوية لا يمكن أن يتحقق دون شفافية وعدالة حقيقية. ما يميز هذا الموقف هو أنه لم يبق في إطار الخطابات فقط، بل ترجم إلى إجراءات عملية واضحة. فقد تم اتخاذ قرارات صارمة في حق بعض المسؤولين في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو مبدأ أصبح من ركائز الحكامة في المغرب. هذه الخطوات أرسلت رسالة قوية للجميع: لا أحد فوق القانون مهما كان منصبه أو نفوذه. الأهم من ذلك أن هذه الإجراءات لم تكن مجرد رد فعل ظرفي، بل جزء من رؤية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ ثقافة جديدة داخل المؤسسات تقوم على النزاهة، الكفاءة، وتحمل المسؤولية. فالإصلاح الحقيقي لا يأتي فقط بمعاقبة المخطئين، بل ببناء نظام يمنع تكرار الأخطاء ويشجع على العمل الجاد والشفاف. كما أن محمد السادس حرص في خطاباته على توجيه رسائل واضحة للمسؤولين، مفادها أن الثقة التي تمنح لهم ليست دائمة، بل مرتبطة بمدى التزامهم بخدمة المواطن بصدق وإخلاص. هذه الرسائل ساهمت في خلق وعي جديد داخل الإدارة، حيث أصبح الأداء والمحاسبة عنصرين أساسيين في تقييم المسؤولية. هذا التوجه أعطى أيضاً إشارات إيجابية للمواطنين الذين بدأوا يشعرون بأن هناك إرادة حقيقية لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة. فالثقة بين المواطن والدولة تبنى عندما يرى الناس أن القانون يطبق على الجميع، وأن الخطأ له عواقب مهما كان صاحبه. في النهاية، موقف محمد السادس من محاربة الفساد يكشف عن شجاعة سياسية حقيقية، لأنه اختار مواجهة أحد أصعب التحديات التي تواجه الدول، واضعاً أساساً لمغرب أكثر شفافية وعدلاً، حيث لا تكون المسؤولية امتيازاً بل التزاماً يحاسب عليه صاحبه. الموقف الخامس: الملك محمد السادس وخطاباته الحاسمة. في لحظات معينة لا تكون الكلمات مجرد تعبير، بل تصبح قرارات ترسم بها ملامح المستقبل. وعندما يتحدث محمد السادس
فالأمر لا يتعلق بخطاب عادي، بل برسائل حاسمة تغير الاتجاه وتضع النقاط على الحروف. خطابات محمد السادس ليست مجرد كلمات تلقى في المناسبات الرسمية، بل هي لحظات مفصلية ينتظرها الجميع، لأنها غالباً ما تأتي في أوقات حساسة، تحمل توجيهات واضحة وتكشف عن مواقف حاسمة تجاه قضايا داخلية وخارجية. هذه الخطابات تتحول إلى مرجع حقيقي لفهم توجه الدولة ورؤيتها للمستقبل. ما يميز هذه الخطابات هو الوضوح والصراحة، فلا مجال للغموض أو التلميح غير المباشر عندما يتعلق الأمر بقضايا مصيرية. يتحدث الملك بلغة دقيقة يحدد فيها المسؤوليات ويشخص المشاكل كما هي دون تجميل أو تردد. هذا الأسلوب يمنح الخطاب قوة وتأثيراً، لأنه يصل مباشرة إلى المواطن والمسؤول في نفس الوقت، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم. في العديد من المناسبات كانت خطابات محمد السادس بمثابة نقطة تحول، حيث جاءت لتصحيح مسار أو لإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات، أو حتى لتنبيه المسؤولين إلى اختلالات يجب معالجتها بشكل عاجل. هذه القدرة على اختيار التوقيت المناسب وإيصال الرسالة بدقة هي ما يجعل من كل خطاب حدثاً بحد ذاته، وليس مجرد مناسبة بروتوكولية. كما أن قوة هذه الخطابات لا تكمن فقط في محتواها، بل في تأثيرها العملي، فغالباً ما تتبعها إجراءات وقرارات على أرض الواقع، مما يعزز مصداقيتها ويجعلها أكثر من مجرد كلمات. المواطن يرى نتائج، والمسؤول يشعر بثقل المسؤولية، وهذا ما يحول الخطاب إلى أداة حقيقية للتغيير والتوجيه. الأمر اللافت أيضاً هو أن هذه الخطابات تخاطب مختلف فئات المجتمع، من المسؤولين إلى الشباب، من المؤسسات إلى المواطنين العاديين، فهي لا تقتصر على النخبة، بل تصل إلى الجميع بلغة مفهومة، لكنها في نفس الوقت عميقة وتحمل رسائل استراتيجية بعيدة المدى. في النهاية، تكشف خطابات محمد السادس عن قائد يعرف متى يتحدث وكيف يتحدث ولماذا يتحدث. قائد يستخدم الكلمة كأداة قوة، لا للشرح فقط، بل للتوجيه، للتصحيح، ولصناعة مستقبل أوضح وأكثر استقراراً، حيث لا تكون الخطابات مجرد صوت يسمع، بل أثر يرى على أرض الواقع. الموقف السادس: الملك محمد السادس والتعامل مع الأزمات الوطنية. عندما تضرب الأزمات تختفي الشعارات وتظهر الحقيقة. في تلك اللحظات لا يقاس القائد بما يقوله، بل بما يفعله. وهنا بالضبط برزت قوة محمد السادس، عندما تحولت القرارات إلى طوق لنجاة، والسرعة إلى عامل حاسم بين الفوضى والاستقرار. الأزمات الوطنية تعد من أصعب الاختبارات التي تواجه أي دولة، لأنها تأتي غالباً بشكل مفاجئ، وتحمل معها ضغطاً كبيراً على المؤسسات والمجتمع في آن واحد. سواء كانت أزمات صحية، طبيعية أو اقتصادية، فإن اللحظات الأولى تكون حاسمة في تحديد المسار. هل ستتجه الأمور نحو السيطرة أم نحو التعقيد؟ في هذه اللحظات أظهر محمد السادس أسلوباً قيادياً يعتمد على السرعة في التدخل والدقة في القرار. لم يكن هناك انتظار طويل أو تردد، بل تحركات سريعة تهدف إلى احتواء الأزمة منذ بدايتها وتقليل آثارها على المواطنين. هذه السرعة لم تكن عشوائية، بل مبنية على تقدير دقيق للوضع واستباق للأحداث قبل أن تتفاقم. لكن ما يميز هذا الأسلوب ليس فقط سرعة القرار، بل شموليته. فالتعامل مع الأزمات لم يكن يقتصر على جانب واحد، بل يشمل أبعاداً متعددة: حماية صحة المواطنين، الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضمان استمرارية الحياة اليومية قدر الإمكان. هذا التوازن بين مختلف الجوانب هو ما جعل التدخلات أكثر فعالية وأثراً. كما أن محمد السادس يحرص في مثل هذه الظروف على توجيه مؤسسات الدولة بشكل واضح،
مما يخلق نوعاً من الانسجام في العمل ويمنع التضارب أو الارتباك. كل جهة تعرف دورها، وكل قرار يتخذ في إطار رؤية عامة تهدف إلى تجاوز الأزمة بأقل الخسائر الممكنة. هذا التنظيم يعكس قيادة تتحكم في مجريات الأمور بدل أن تنجرف معها. الأهم من ذلك أن هذه التدخلات كانت دائماً موجهة نحو حماية المواطن أولاً، فالقرارات تتخذ بروح إنسانية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي قد يعيشها الناس خلال الأزمات، مما يعزز الثقة ويخلق شعوراً بأن الدولة حاضرة إلى جانب شعبها في أصعب اللحظات. ومع مرور كل أزمة يظهر أن هذه التجارب لم تكن مجرد تحديات، بل دروساً يتم الاستفادة منها لتحسين الجاهزية المستقبلية. وهذا ما يجعل من محمد السادس قائداً لا يكتفي بإدارة الأزمة، بل يحولها إلى فرصة لتقوية الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة ما قد يأتي. في النهاية يكشف هذا الموقف عن حقيقة مهمة: القيادة لا تختبر في الأوقات السهلة، بل في أصعب اللحظات. ومحمد السادس أثبت أن الحسم، السرعة والرؤية الواضحة يمكن أن تحول أخطر الأزمات إلى مراحل يتم تجاوزها بثقة واستقرار. الموقف السابع: الملك محمد السادس وإطلاق مشاريع اقتصادية عالمية. بين الحلم والواقع هناك خطوة واحدة تصنع الفرق، وبين الخطط النظرية والتنفيذ الواقعي يظهر القائد الحقيقي. ومحمد السادس لم يكتف بالرؤية، بل حول الأفكار الكبيرة إلى مشاريع ملموسة غيرت وجه المغرب بالكامل. إطلاق المشاريع الكبرى ليس مجرد قرار إداري أو اقتصادي، بل هو اختبار حقيقي للقدرة على الرؤية، التخطيط والتنفيذ على مستوى الدولة بأكملها. ومنذ توليه العرش ركز محمد السادس على المشاريع التي لا تقتصر فوائدها على قطاع واحد، بل تشمل الاقتصاد، البنية التحتية، التعليم، الصحة والسكن. هذه المشاريع الضخمة أصبحت علامات فارقة في تاريخ التنمية المغربية، حيث لم يعد الهدف مجرد تحسين ظاهر المدن، بل تغيير حياة المواطنين بشكل ملموس ومستدام. ما يميز هذه المشاريع هو الطموح الكبير وراءها، لكن مع إدارة دقيقة لكل تفاصيل التنفيذ. فالملك لا يكتفي بإطلاق المبادرات، بل يتابع سيرها خطوة بخطوة، من التخطيط المالي إلى التصميم الهندسي إلى التنفيذ على أرض الواقع. هذا الانتباه للتفاصيل يضمن أن كل مشروع يتحول من فكرة إلى إنجاز ملموس دون عراقيل تؤخر النتائج. الأثر العملي لهذه المشاريع يظهر في مجالات متعددة: تحسين البنية التحتية للنقل، جعل الحركة بين المدن أسرع وأكثر أماناً، تطوير المدن الجديدة خلق فرص عمل للشباب، واستثمارات ضخمة في الطاقة والتعليم عززت من قاعدة النمو الاقتصادي. كل مشروع ليس مجرد إنجاز مادي، بل حجر أساس لبناء اقتصاد قوي ومستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما أن هذه المشاريع أظهرت قدرة محمد السادس على الدمج بين الاستراتيجية الطويلة المدى واحتياجات المواطن اليومية، فهو لا يخطط للمستقبل على الورق فقط، بل يجعل كل مشروع يقدم حلولاً حقيقية لمشكلات الناس الحالية، مثل تحسين فرص الشغل، الوصول إلى الخدمات، والرفع من جودة الحياة. الأهم من ذلك أن هذه المشاريع أعادت وضع المغرب على خارطة التنمية الإقليمية والدولية، حيث أصبح نموذجاً يحتذى به في عدة مجالات، خاصة في مجال الطاقة المستدامة، المدن الذكية، والموانئ الكبرى. وهذا لم يكن ممكناً بدون رؤية قيادية توازن بين الطموح العملاق والتنفيذ الواقعي المدروس. في النهاية، مواقف محمد السادس في إطلاق المشاريع الكبرى تكشف عن قائد لا يرى المستحيل، ويحول الأفكار الكبيرة إلى واقع ملموس، ويصنع تاريخاً تنموياً يظل أثره محسوساً على كل مواطن
وعلى كل ركن من أركان المملكة، ليصبح المغرب مثالاً حياً على ما يمكن أن تحققه القيادة الحكيمة والطموحة. الموقف الثامن: الملك محمد السادس من العزلة الإفريقية إلى قائدها. في عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم، هناك من يظل محدود الرؤية، وهناك من يرى القارة كلها فرصة للتقدم والتأثير. ومحمد السادس اختار أن يكون القائد الذي يمد جسور التعاون ويعيد للمغرب مكانته بين إفريقيا، ليس بالكلمات فقط بل بالأفعال التي تحدث فرقاً ملموساً على الصعيد الاقتصادي والسياسي. الانفتاح على إفريقيا لم يكن قراراً عابراً، بل استراتيجية مدروسة بعناية تدرك أهمية القارة في المستقبل الاقتصادي والسياسي للمغرب وللمنطقة. منذ البداية ركز محمد السادس على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية من خلال التعاون التجاري، الاستثمارات المشتركة والمبادرات التنموية التي تصب في مصلحة الجميع وليس فقط في صالح المغرب وحده. هذا النهج جعل المغرب شريكاً موثوقاً في إفريقيا وقوة دبلوماسية لها وزنها في المنتديات الدولية. ما يميز هذا الانفتاح هو الدمج بين السياسة والاقتصاد والثقافة. لم يكتف الملك بإبرام اتفاقيات رسمية، بل حرص على أن تتحول هذه الاتفاقيات إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، مثل بناء البنية التحتية، دعم التعليم والتكنولوجيا، وتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول. بهذه الطريقة أصبحت العلاقة مع إفريقيا علاقة شراكة حقيقية وليست مجرد تواصل شكلي بين الدول. كما أن هذا الانفتاح يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، حيث ينظر إلى إفريقيا كركيزة أساسية للنمو المستقبلي وفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، من الطاقة المستدامة إلى الصناعات الحديثة والسياحة. وهذا يعكس فهم محمد السادس لأهمية تنمية العلاقات الدولية بطريقة مستمرة ومستدامة، وليس من منطلق مصالح قصيرة الأجل فقط. الأمر اللافت أيضاً هو الاهتمام بالجانب البشري والثقافي لهذه العلاقات، فقد قام الملك بزيارات متكررة للدول الإفريقية واستقبل قادتها في المغرب، ما يعكس روح الاحترام المتبادل والرغبة في بناء جسور طويلة الأمد من التعاون والصداقة. هذا الجانب الإنساني والسياسي في نفس الوقت جعل المغرب محط أنظار القارة وفتح أبواباً جديدة للتأثير الإقليمي والدولي. في النهاية، موقف محمد السادس من الانفتاح على إفريقيا يكشف عن قائد يرى أبعد من الحدود الجغرافية، يدمج بين الطموح والرؤية العملية، ويصنع شبكة علاقات متينة تعزز مكانة المغرب اقتصادياً وسياسياً، وتثبت أن القيادة ليست محلية فقط، بل هي قوة تأثير تمتد لتشمل القارة بأكملها وتترك إرثاً مستداماً للأجيال القادمة. الموقف التاسع: الملك محمد السادس القريب من شعبه. القرب من الناس ليس مجرد ظهور إعلامي أو بروتوكول رسمي، إنه اختبار حقيقي لصدق القيادة وحجم ارتباط القائد بشعبه. ومحمد السادس اختار أن يكون ملكاً يشعر به الناس في حياتهم اليومية، ليس من بعيد بل قريباً منهم في اللحظات العادية والاستثنائية على حد سواء. القرب من الشعب هو عنصر أساسي في فلسفة القيادة عند محمد السادس، لأنه يعتقد أن القائد لا يقاس بلقب أو بمنصبه، بل بمدى فهمه لحياة المواطنين وتفاعله مع مشاكلهم واحتياجاتهم اليومية. وهذا القرب لا يظهر فقط في اللقاءات الرسمية، بل في زيارات مفاجئة، جولات ميدانية، وتفقد للمشاريع المحلية دون بروتوكول صارم، ما يعكس تواضعه واهتمامه الحقيقي بالناس. ما يميز هذا الأسلوب هو أنه يعطي للشعب شعوراً بأن الملك ليس بعيداً في القصر، بل جزء من حياتهم، يشاركهم التحديات والفرص. هذه اللحظات البسيطة مثل زيارة مدرسة، مستشفى أو حي سكني تحمل رسالة قوية: أن القيادة
ليست مجرد إدارة الدولة، بل رعاية الناس وفهم احتياجاتهم على الأرض. القرب من الشعب لا يقتصر على الزيارات فقط، بل يمتد إلى طريقة اتخاذ القرارات. فكل قرار استراتيجي أو إصلاحي يأخذه محمد السادس يأخذ بعين الاعتبار تأثيره المباشر على المواطنين، من الاقتصاد إلى التعليم، من الصحة إلى الإسكان. هذا التوازن بين الاستراتيجية والرعاية اليومية يظهر أن القيادة الحقيقية تجمع بين الطموح الكبير والاهتمام الفردي بكل مواطن. بالإضافة إلى ذلك، هذا القرب يعزز الثقة بين الشعب والملك، ويخلق رابطاً خاصاً يجعل من المواطنين شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية والتغيير. فالمواطن عندما يشعر بأن صوته مسموع وأن احتياجاته مؤثرة في القرارات، يصبح جزءاً من التجربة الوطنية، ويعمل جنباً إلى جنب مع الدولة لتحقيق المستقبل المرجو. كما أن ظهور الملك في مواقف بسيطة وغير متكلفة يعكس أيضاً رسائل إنسانية مهمة، فهي تظهر التواضع، الانفتاح، والحرص على التواصل الصادق مع الناس بعيداً عن المظاهر الرسمية. هذا الأسلوب يعكس شخصية قيادية متكاملة تجمع بين السلطة، الإنسانية، والحكمة العملية في آن واحد. في النهاية، موقف محمد السادس من القرب من الشعب يكشف عن قائد يعرف أن القوة الحقيقية ليست في المنصب أو الصلاحيات، بل في التواصل الحقيقي مع الناس وفهمهم والعيش معهم في تفاصيل حياتهم اليومية. وهذا القرب هو ما يجعل الشعب يشعر بأن قيادته ليست بعيدة، بل حاضرة دائماً في قلب كل مواطن، وتضمن استمرارية الثقة والانتماء العميق للوطن. الموقف العاشر: الملك محمد السادس والإصلاحات الاجتماعية. الإصلاحات الاجتماعية ليست مجرد تعديلات على القوانين، إنها نبض حياة المواطنين، وهي المعيار الحقيقي لمدى التزام القيادة بتحسين حياة الناس. ومحمد السادس اختار أن تكون هذه الإصلاحات وسيلة لتحويل الواقع وتقديم مستقبل أفضل لكل فئات المجتمع دون استثناء. الإصلاح الاجتماعي في المغرب لم يكن مجرد شعارات أو وعود، بل مجموعة من القرارات والاستراتيجيات العملية التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين وتعزيز العدالة والمساواة بين مختلف فئات المجتمع. تحت قيادة محمد السادس شملت هذه الإصلاحات التعليم، الصحة، السكن، حقوق المرأة، ودعم الشباب، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً. ما يميز هذه الإصلاحات هو شموليتها وعمق تأثيرها، فهي لا تقتصر على توفير خدمات جديدة، بل تشمل إعادة هيكلة المنظومة الاجتماعية بشكل يجعلها أكثر كفاءة، ويضمن وصول الدعم إلى من يستحقه، ويحد من الهدر والبيروقراطية. كل خطوة تم اتخاذها تعكس دراسة دقيقة لاحتياجات المجتمع، ووعياً بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب. الأثر العملي لهذه الإصلاحات ملموس على الأرض، فقد ساعدت في تحسين جودة التعليم وتوفير فرص أفضل للشباب، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمدن الجديدة، مما انعكس مباشرة على حياة المواطنين اليومية. كما عززت الإصلاحات الاجتماعية دور المرأة في المجتمع، وفتحت آفاقاً أوسع للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لكل المواطنين. لكن القوة الحقيقية لهذه الإصلاحات تكمن في دمجها بين البعد الإنساني والاستراتيجي، فهي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مع تعزيز التنمية الاقتصادية، بحيث لا تكون الإصلاحات مجرد تغييرات سطحية، بل استثمار طويل المدى في مستقبل المغرب وشعبه. كما أن محمد السادس حرص على أن تكون هذه الإصلاحات مستمرة ومتواصلة وليست أحداثاً متقطعة، فقد تبنى نهجاً يضمن متابعة النتائج وتحسين الأداء باستمرار، مع الاستماع إلى صوت المواطنين واحتياجاتهم، لضمان أن كل قرار يتخذ يكون له أثر فعلي ومستدام. في النهاية،
الإصلاحات الاجتماعية تحت قيادة محمد السادس تكشف عن قائد يضع الإنسان في صميم أولوياته ويحول الرؤية إلى واقع ملموس. إنها علامة على القيادة الحقيقية، حيث تكون السلطة ليست غاية بل وسيلة لتحسين حياة الناس وبناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً، ويجعل كل مواطن يشعر بأن مستقبله مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقرارات حكيم يقوده نحو الأفضل. بعد أن استعرضنا 10 مواقف كشف فيها محمد السادس عن قوته وعمق شخصيته، يتضح لنا أن القيادة الحقيقية ليست مجرد إدارة للسلطة ولا تقتصر على اتخاذ القرارات في القصر، بل هي مزيج متقن من الحزم، الحكمة والطموح الذي لا يعرف حدوداً. من الدفاع عن السيادة الوطنية في الصحراء إلى إدارة علاقات معقدة مع الجزائر وإسبانيا، مروراً بمحاربة الفساد وإصدار خطابات حاسمة والتعامل السريع مع الأزمات الوطنية، وصولاً إلى إطلاق مشاريع ضخمة، الانفتاح على إفريقيا، القرب من الشعب والإصلاحات الاجتماعية. كل موقف يعكس قدرة نادرة على الدمج بين القوة والإنسانية، بين الطموح والاستراتيجية، بين الحزم والمرونة. هذه المواقف لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل لحظات صنعت تاريخ المغرب، وأن التغيير الحقيقي يبدأ من رؤية واضحة وقرار جريء وتصميم على تحويل الأفكار إلى واقع ملموس. كل قرار، كل زيارة، كل مشروع وكل خطاب يعكس شخصية قائد يعرف كيف يحمي وطنه ويخدم شعبه، وفي الوقت نفسه يترك بصمة تستمر لأجيال قادمة. وفي نهاية المطاف تكشف هذه المواقف 10 عن حقيقة مهمة: القائد العظيم ليس من يتربع على العرش أو يملك السلطة فقط، بل من يحرك مجرى الأحداث بذكاء، يوازن بين مصالح الدولة وحقوق الناس، يختار الحكمة في أصعب اللحظات، ويثبت أن القيادة هي مسؤولية قبل أن تكون امتيازاً. وهنا يبقى السؤال الأخير لكل مشاهد: كم مرة رأيت قائداً يجمع بين القوة، الطموح، الإنسانية والحكمة في وقت واحد؟ قصة محمد السادس لم تنتهي بعد، فهي رحلة مستمرة من القرارات التي تشكل مستقبل وطن، وتجعل من المغرب مثالاً حياً على القيادة الحكيمة التي تلهم العالم وتزرع الأمل في قلوب شعب بأكمله. شكراً على المشاهدة، وشكراً على دعمنا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو، ولا تنسى أن تعبر عن رأيك في التعليق.